يا جدعان الولايه ديت غريبه. الجو دلوقتي مسقاع ومتهوي كده شويه، في هوا، نسبه هوا ومسقاع. وبعدين فالجو لما عمل كده الناس كتير بقت بتلبس الجواكت تاني زي كده. لبست جاكيت علشان الجو مسقاع. ولايه غريبه، ولايه غريبه وعجيبه. المهم معانا شويه الحاجات ديت رايحين نوديها مع بعض. حاجات بسيطه يعني مش كتير، فهاخدكم معايا الرحله الجميله الخفيفه ديت ان شاء الله. بصوا في الوش، بص الجبل، احنا في وسط الجبال شايفين. يلا بينا يا شباب. يا ترى يا هل ترى هنقابله ايه في الطريق، والمنطقه اللي احنا رايحينها هتكون عامله ازاي؟ هل هتكون في الادغال ولا هتبقى منطقه عاديه في وسط البيوت الشقيه؟ ادينا رايحين وهنشوف ايه اللي هنقابله في الطريق. الست الرايقه ديت سايقه مرسيدس، ممكن تكون رايحه تلعب جولف. عربيه شكلها حلو والله. بصوا يلا مع السلامه بقى. عربيه قديمه بس حلوه يعني، الناس هنا بتحب العربيات دي جدا بيحافظوا عليها. دخلنا المنطقه اهوت اللي المفروض هننزل عندها. المفروض الراجل هيديني رقم، هنخشه شمال. بصوا هو المفروض المكان دوت، بس لا مش هو اللي وراه. في الغالب يعني هيكون في واحد وراه تاني اهو. ايوه اللي وراه ده على طول هو دوت المكان اللي احنا هننزل عنده. الدخله بتاعته اهيت. طبعا المكان دوت بالليل مفيش نور ولا في اي حاجه ولا في احزانون. مين اللي طلع كلمه احزانون ديت؟ ولا في نور ولا في احزانون؟ كلمه هي مفيش احزانون، مفيش حاجه يعني. هو دوت التريلر اللي احنا هننزل عنده. هو بص بيقول لي ان الزبون هيديني رقم، فبيقول لي يعني ما تنزلش الحاجه الا لما تاخد الرقم دوت. يعني انا اخد الحاجه معايا واروح عنده جوه اقول له عايز الرقم، لو ما عطانيش الرقم اخد الحاجه وامشي. بس يلا بينا ايه نشوفوا الوضع. اعتقد هو قاعد على كرسي برضه اهو تقريبا يعني. Hello. Hello. Hello, you have the code, right? Ginger, shut up. The best code? 4535. 4535. Right. Thank you. Can you bring those in for me? I can, sir. You can. Yeah. Thank you very much. بيقول لي ينفع تدخل لي الحاجة جوه؟ قلت له ما اقدرش، عشان قبل كده جيت له قعد يشتم. لو هو كان نايس معايا كنت هدخله الحاجة. انا لما جيت المنطقة ديت افتكرت، لما دخلت الشارع من بره افتكرت انا ما كنتش فاكر العنوان بتاعه، بس تقريبا من شهر كده جبت له حاجة وبعدين العنوان بتاعه مكتوب على العنوان بتاع التريلر اللي جنبه. لما باجي بيوصلني عند البيت اللي جنبه، او مش هو ده البيت الصح. اتصلت بيه فقلت له دلوقتي الرقم بتاعك غلط. قال لي ازاي؟ انا حاطط العنوان صح. قلت له ايوه انا فاهم، بس هو اللوكيشن مش موصلني صح. المهم يعني حصل تجادل كده في التليفون، راح جاي شتم. وانا كل اللي انا عاوز الرقم ده ادخله في التليفون عشان امشي. المهم فضلت معاه للاخر، قلت له تمام ماشي وبتاع، وصلت له البتاع. قعد يقول انا هتصل بخدمه العملاء وهبلغ. قلت له ماشي. بعد ما خدت الرقم قلت له اعمل اللي انت عايزه. فالنهارده وانا بوصل الحاجه بيقول لي دخل لي الحاجه دي جوه، فانا قلت له لا قلت له مش هقدر. بس فلو هو كان نايس اخر مره وما كانش شتم وكده كنت هدخله الحاجه. المفروض يحترم نفسه لما حد يجي بعد كده يجيب له حاجه ما يشتموش. ايش يا شباب، دوت كان فيديو كده سريع
خفيف حبيت ان انا اصوره لكم، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. يلا سلام عليكم.